السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يشتكي كثير من الناس من قلة البركة، سواء قلة البركة في المال، قلة البركة في الأولاد، قلة البركة في العمر، في الوقت، مع الأزواج، مع العمل، مع العلم. في حين على النقيض الآخر أننا الحمد لله تجد أناس الله سبحانه وتعالى مبارك في أوقاتهم، في أموالهم، في أولادهم، في أعمارهم، حتى على النطاق العلمي، الأشياء الغير محسوسة. تجد أناس سبحان الله معهم علم قليل، يبارك الله سبحانه وتعالى لهم ويكتب لهم القبول، فيكون في بركة للأمة من هذا العلم الذي أعطاهم الله إياه. وفي آخرين تجد عندهم علم كثير لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. وما منا أحد إلا ويحتاج إلى البركة، سواء في أولاده، ماله، وقته، عمره، في كل شيء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك، يقول: وبارك لنا فيما أعطيت. أيوب عليه السلام لما كان يغتسل كما في صحيح البخاري ووجد جرادا من ذهب قد أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، فانشغل أيوب به وبدأ يحثو هذا الأمر، هذا الذهب، فقال الله له سبحانه وتعالى: ألم أكن أغنيتك بما ترى؟ فقال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ده شعارنا في هذه المرحلة، لا غنى لنا عن بركة الله سبحانه وتعالى. ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم وصية أوصانا إياها، فقال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. هذا البرنامج برنامج أخذها بركة، يتناول سورة البقرة تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا وتطبيقا. هذا البرنامج يخرج منه المشارك فيه بإذن الله مصاحب لسورة البقرة، تنفعه، تكون بركة لي في أوقاته، بركة في عمره، بركة مع أولاده، بركة على من يتلوها، بركة على من يسمعها، بركة على من يعمل بها، بركة على حتى المجلس الذي ستتلى فيه. إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أصفر البيوت البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله تحضره الملائكة ويكثر خيره وتخرج منه الشياطين، وأما البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وتدخله الشياطين. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصية في هذه السورة، فقال: البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة بيت تنفر منه الشياطين. فهذا البيت لا يأوي الشياطين. فده يكون شعار المرحلة ديت في لكل أسرة، لكل إنسان صالح، لكل إنسان يريد أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في دنياه وآخرته وفي قبره، أن يكون شعاره: بيتنا بيت مبارك، بيتنا بيت مبارك لا تسكنه الشياطين، أو بيتنا تنفر منه الشياطين. كيف ذلك؟ بمصاحبة هذه الصورة. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم تعظيم جدا للأمر ده، حتى أن أنس يقول: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران عد فينا عظيما. وفي رواية: كان له شأن بيننا، يعني من اهتم بسورة البقرة وقرأها وحفظها وعمل بما فيها، لا، ليه شأن كبير جدا جدا جدا. وحال السلف كثير معه، إن شاء الله يكون في محاضرة عن حال السلف وتعظيم السلف لهذه الصورة المباركة. طيب، البرنامج ده بيتناول إيه؟ أول حاجة هو في منهجية لحفظ الصورة. هذه المنهجية مختلفة عن المعهود، تحفظ الصورة كما تحفظ اسمك بلا مجهود شاق. الأمر الثاني وهو تصحيح التلاوة، الإنسان يتلو كما تلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي في أمر الصلاة: صلوا كما رأيتموني يصلي. ونحن نريد أن نتلو كما تلا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ربه. فيبقى في حفظ وفي تصحيح تلاوة وفي تمارين للمعايشة وللصحبة لهذه الصورة. كل يوم هتلاقي في الوجه اللي انت بتحفظه تمارين تخليك تتفكر مع القرآن، تتفكر مع هذا الوجه، تستنبط منه أحكام، تجيب على أسئلة تسأل فيها. وفي أيضا مبادرات عملية، لأن احنا عندنا في تفكر ذهني وتدبر ذهني وفي تدبر إيماني. التدبر الذهني ده اللي أنا أخرج من الآية دي بفايدة، أنا كتبت فايدة، سجلت فايدة، قلت فايدة، دي فايدة ذهنية علمية. لكن احنا عاوزين التدبر الإيماني. التدبر الإيماني ده اللي أنا أخد الآية وأطبقها في حياتي. إن شاء الله هيكون في على كل وجه مبادرات تطبقوها في حياتكم، عشان ينتقل المرء من مجرد التفكر والفهم إلى مجرد أن هو يمارس هذا الأمر على الأرض. مما يميز هذا البرنامج إن شاء الله أن هذا البرنامج مبني على الصحبة، على التعاون، على المدارسة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
بركات هذه المدرسة وخيرات هذه المدرسة. قال لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والعلماء لما يذكروا هذا الحديث يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى اجتماع وهو يكون في بيت من بيوت الله. ممكن يكون الاجتماع ده في البيت، في البيت الأسري، في مسجد، في مركز، في دار تحفيظ، في أي مكان حتى عن بعد، إن شاء الله يشملهم هذا الأجر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وهذا إن شاء الله الذي سيحدث في هذا البرنامج. يأخذوه بقى إيه اللي هياخدوه؟ هياخدوا بركات كتيرة جدا، تنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده وتنزل عليهم السكينة. كل هذه البركات وهذه الخيرات تجدونها في هذا البرنامج. شعار البرنامج ده لا غنى لي عن بركتك. شعار البرنامج ده أن تأتي يوم القيامة هذه الصورة تحاج عن صاحبها، تدافع عنك، تدافع عندما يسألك الله سبحانه وتعالى، وتدفع الزبانية عنك كما قال العلماء في هذا الأمر. ولذلك قال النبي تركها حسرة، تركها ندامة. يجي يوم القيامة الإنسان لما يشوف الثواب الكبير ده كله للذي حصل وأخذ هذه الصورة يبدأ يتحسر، ولكن خلاص فات الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتكم وفي أموالكم وفي أولادكم وفي مجالسكم وفي كل